تسبب السرطان والتخلف العقلي وأضرار خطيرة في الدماغ، وتتسبب في تأخر قدرات طفلك العقلية وزيادة نسبة وفرص إصابتك بالسرطان وأمراض القلب حينما يتقدم سنك بأكثر من الضعف. إنها المادة الأخطر في العالم والتي نتناولها جميعا نشربها بسعادة بالغة ونقدمها لأطفالنا مع كل وجبة ونحن سعداء، ولكنها ستدمر عقولهم وصحتهم بشكل لن تتصوره، وكأنها سم قاتل مرعب ومخيف. إنها المادة التي تستخدم في تحضير المشروبات الغازية كبيبسي وكوكا كولا، مادة الأسبرتام، المادة الأخطر في العالم كله، والتي قد تقضي عليك أنت وأطفالك وعائلتك دون أن تشعر. منذ أسابيع تصدم منظمة الصحة العالمية العالم كله حينما تصنف مادة الأسبرتام المستخدمة في صناعة المشروبات الغازية كمادة مسرطنة رسميا. فأعلى منظمة للصحة في العالم تعترف رسميا ولأول مرة في التاريخ بأن مشروبات الكولا والبيبسي قاتلة ومدمرة، وما هي إلا السم المرعب يقتل ببطء شديد ومرعب. تستخدم هذه المادة القاتلة أيضا في منتجات الآيس كريم والزبادي والشوكولاتة والحلويات والعلكة كبديل للسكر، وغالبا ما يكتب عنها أنها منتجات دايت مناسبة لمن يقومون بعمل الحمية ولا يريدون تناول منتجات بها سكر. ولكن المرعب أن هذه المنتجات أكثر ضررا بشكل مخيف من السكر. فما هي هذه المادة؟ وكيف انتشرت في العالم كله لهذه الدرجة المرعبة؟ وما هي أهم الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على هذه المادة المخيفة؟ اكتشفت هذه المادة عام 1965 بالصدفة أثناء أحد التجارب في إحدى شركات الأدوية. كان الاكتشاف بالصدفة البحتة، وكان صادما جدا حينما وجد مكتشف المادة أنها أكثر حلاوة من السكر ب200 مرة، وفي نفس الوقت أقل سعرات حرارية بعشرات المرات. ومن هنا بدأت شركات الأدوية في تسويق هذه المادة لدى شركات صناعة الأطعمة كمادة بديلة للسكر. وفي عام 1974 كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على وشك أن تعطي تصريحها باستخدام المادة في صناعة الطعام والدواء، بعد أن أكدت لها الشركة المنتجة أن منتج الأسبرتام آمن 100%. ولكن كانت الصدمة الأولى حينما قام بعض العلماء المستقلين بنشر بحث مرعب وصادم عن هذه المادة الخطيرة والمرعبة. فهذه المادة تتسبب في أمراض السرطان المتعددة، ضمور في المخ، التخلف العقلي، أورام في الدماغ، أمراض القلب، الذبحة الصدرية، الجلطة الدماغية، سرطان الكبد القاتل، أورام الأطراف العصبية، اضطراب في الغدد السماء العصبية مما ينتج عنها أمراض خطيرة مثل داء السكرية، ضخامة الأطراف، داء جريفز، داء أديسون، فرط وقصور نشاط الدرقية. نعم، كما نقول لك، فهذه المادة تسبب تدميرا مرعبا لصحة الإنسان. وبدلا من أن تمنع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هذه المادة، وافقت عليها في ظروف غامضة يحومها الفساد الشديد، وبدأ استخدامه في أمريكا عام 1980 لينتشر في العالم كله تدريجيا، وكأن الشيطان بنفسه يشرف على عملية تدمير صحة كل سكان العالم. مرعب، أليس كذلك؟ تصل قيمة صناعة هذه المشروبات التي تحتوي على هذه المادة إلى 500 مليار دولار سنويا، وتتواجد هذه المادة في كل مشروبات الدايت مثل كوك زيرو وبيبسي دايت وكوك دايت وريد بول دايت وسيفن أب فري وماونتن ديو دايت، أغلب أنواع العلكة مثل تريدنت ومنتوس وغيرهم، وفي أغلب أنواع الزبادي قليل الدسم أو اللايت، وفي حبوب الإفطار التي تعطيها لأطفالك يوميا، وفي أطعمة سناكس والشوكولاتة وغيرهم، وأغلب بدائل السكر التي نعرفها. وقبل أن تشتري أي منتج من هؤلاء يجب عليك تفقد المواد المستخدمة في التصنيع إن كانت تحتوي على هذه المادة القاتلة أم لا. فتخيل عزيزي
بالرغم من الأدلة التي لا حصر لها بأن هذه المادة ما هي إلا سم قاتل ومرعب، ما يزال العالم يستخدمها، وما يزال البشر يتناولونها في آلاف المنتجات يوميا، وكأن حكومات العالم تريد القضاء على صحة شعوبها وتدميرهم وتدمير مستقبل أطفالهم. فاحذروا، فالقادم مرعب.